تعال نسمع من أخبار الدنيا. قبل أن أبدأ في ذكر أخبار الدنيا أريدك أن تعرف أنه ما دمت الدنيا من أجل الدنيا، إنما دمت الدنيا لسوء فعل أهلها وغفلتهم عن الآخرة، وإلا فهي طريقنا إلى الآخرة وفيها نتزود من العمل الصالح. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. أما من أخبارها فجديدها يبلى، ملكها يفنى، عزيزها يذل، كثيرها يقل، حيها يموت وخيرها يفوت. لو لم يكن فيها عيب إلا أن أهلها يموتون لكفاها. اسمع حقيقتها كما قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه حقيقتها، سريعة الفناء قريبة الانقضاء، تعد بالبقاء ثم تخلف عند الوفاء، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. طريق النجاة فيها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خلقها الله، يعني الدنيا خلقها الله للامتحان والابتلاء، كما قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الناس فيها على صنفين: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهم أيضا على حالين: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اسمع رعاك الله، ماذا أعد الله لهؤلاء وماذا أعد الله لهؤلاء. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. النتيجة: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. مر صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه على شاة ميتة فقال: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: من هوانها ألقوها. قال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال: إن الدنيا
حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، وكل الناس غادي. تأمل بعد هذا الكلام من سيد المرسلين، تأمل في حياته حتى مماته، تأمل من البداية حتى النهاية. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز وكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تريد إلا رضاه سعى لها. تقول عائشة: يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا توقد نار في بيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: يا خالة ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. قالت أيضا: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين. تخبز فاطمة خبيزا فتأتيه بكسرة خبز فيأكلها، ثم يقول بأبي هو أمي: والله يا فاطمة ما دخل بطن أبيك طعام منذ أيام. يبكي عمر لما رأى حاله وقد أثر الحصير في جنبه، وملوك فارس والروم تلبس الحرير وتنام على الوثير، فقال: يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يبغي من الله المكان الأرفع، ما لبس الحرير ولا وضع التاج على الرأس مرصعا. يقول الحسن البصري رحمه الله: دخلت بيوت النبوة بعد موته صلى الله عليه وسلم بحين، فإذا جدرانها من طين، سقفها من جريد، فرشها من حصير، طولها وعرضها أمتار. يقول سعيد بن المسيب: لما هدمت بيوت النبوة لتوسيع المسجد ما رأيت باكيا كما رأيت في ذلك اليوم. يقول: ليتهم أبقوها، ليتهم أبقوها حتى ينشأ ناشئ الفتيان فينا ويروا كيف كانت حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حيزت له الدنيا بما فيها. ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد نبيا. ثم سار أصحابه من بعده على نهجه ودربه، ما شربوا المسكرات والمخدرات، ولا اتخذوا الجواري والقينات، وما أكلوا الأموال الربويات، ولا ألهاهم عن ذكر الله شاشات وقنوات، ولا ضيعوا الأوقات في مطاردة الفتيات في المجمعات. اسمع